لأنه الحلقة الأضعف على مستوى الدفاع بالنسبة لظاهرين ريال مدريد. نعتبر أنه مندي هو أضعف على مستوى التمركز، على مستوى المحاصرة الفردية، المراقبة الفردية أيضا. وبالتالي واحد ضد واحد نظن أنه ديمبيلي دائما عنده أسبقية، عنده أفضلية نوعا ما مقارنة بكارفاخال. في المباراة الماضية لعب بناتشو، لماذا لم يستمر على هذا النهج؟ هل مندي أفضل في الأدوار الدفاعية؟ ناتشو ما يعتبرش لأنصار الفريقين، عشاق الفريقين، لن يكون من نصيبهم في نهاية هذه المباراة سواء برشلونة أو ريال مدريد. شوف، احنا بالنسبة لنا يمكن الأكثر أهمية أن المباراة تطلع جميلة، إنه التنظيم يكون ناجح، إن الكل يستمتع، واللي يقدم أداء أفضل في المباراة يفوز بالكاس. ليش لا؟ الكاس يا كابتن حازم. هيتعب قوي اللي ياخده النهارده، لازم والله هيتعب صحيح كتير. احنا مستمتعين، احنا جايين من كل ريال مدريد وبرشلونة، النهائي الذي سيعرف بين ريال مدريد وبرشلونة على استاد الملك فهد الدولي في الرياض. حقت ليلة كبيرة وليلة احتفائية ونهائي حلم على هذا الملعب، وأتباع كثير من المتعة والشغف والقتالية العالية والحلم بتحقيق خارج الحدود، عاصفة الصحراء، على أرض الرياض في استاد الملك فهد الدولي، في أجواء خيالية كبيرة ممتعة ننتظرها وإياكم. قائمة اليوم سيرجيو بوسكيتس مع النجم الكبير الآخر وأفضل لاعب في أوروبا كريم، والتي يعتبر برشلونة النادي الأكثر تتويجا بها ب 13 لقب، مثير أكثر بين الغريمين، بين الكبيرين. ومحاولة تبقى لديبورغوس اللي عنده 36 سنة، وكان عنده أيضا مباريات كثيرة كبيرة لبورغوس، الحكم اللي سبق واندار نهائي في السوبر. زعلب في هذه اللقطة الخطيرة لمصلحة برشلونة، الكرة الطويلة داخل منطقة الجزاء وفرصة، لكنه علم هذا بدري، لعبة بروعة كبيرة في القائم الثاني، لكن رقم 200 بقميص ريال مدريد، مش عارف إذا كان سيحتفل بعد ذلك باللقب. بدري يلعب الكرة الأمامية، تصل بعد ذلك وإلى بعيد على كأس العالم للشباب. محاولة بالدي أمام كارفاخال، العودة للوراء لمن جافي، يبحث عن كرة أمامية خطيرة بالراس لكنها عالية. لعبة حريفة أيضا من جانب جافي، بدأ أنه ليفاندوفسكي كان في مكان التسلل في اللقطة الماضية. على كل حال كرة عدت بسلام بالنسبة للحارس كورتوا اللي اكتفى بمتابعتها وهي تعتري مرماه. ثاني فرصة لبرشلونة في خطيرة باتجاه لوكا مودريتش، حلوة لكريم مرة ما تير شتيجن، تغطية فيها تسلل. نعم، كان في شك بصراحة وجود تسلل على كريم في اللقطة الماضية. لمسة مودريتش كان في تسلل على لوكا أو على كريم في اللقطة الماضية في تمريرة مودريتش. شوفها مرة أخرى، نعم التسلل موجود على كريم بنزيما، ولكن ايضا قبل ذلك تير شتيجن كان عمل يحاول يمر امام مندي، مره ديمبلي، لكن التغطيه والاشاره بوجود خطا. نعم لمصلحه ديمبلي، وانذار اول بطاقه صفراء. راح يعاني كثير اليوم مندي يعاني امام ديمبلي، مثل ان اراوخو لن يكون مرتاح في وجود جونيور فينيسيوس في الجهه المقابله. امامنا التدخل خطا الموجود على مندي ولمصلحه الكره لبيدري، والانتظار من المشجعين بعد 32 دقيقه لعب في النهائي. كره عرضيه خطيره لكن الابعاد من الدفاع على مرتين. كارفاخال صافره من الحكم بالسلامه روديجر تعرض لاصابه، يطمئن حكم المباراة على وضعية مدافع ريال مدريد اللي تعرض لإصابة على مستوى الرأس، الأمر اللي يجعل يضطر لإيقاف اللعب للتأكد من وضعية روديجر بعد احتكاك مع حارس المرمى تيبو كورتوا. اللقطة كانت صعبة في الكرة الأخيرة بين روديجر وكورتوا. يخرج روديجر لتلقي اللقطة لبرشلونة. جافي يحتفل بهدف جافي، وبرشلونة يتقدمون، يسجلون في النهائي، يظهرون، يحتفلون. واحد برشلونة يحب أن تكون ببطولة. لمسة أمامية حلوة لمصلحة برشلونة، ديمبلي على اليمين، 1 على 1 خطير. ديمبلي بتمريرة أمامية، محاولة فيها تغطية وتدخل، إبعاد على مرتين لكاراوخو، لكن هذه مساحة عند مندي. محاولة خطيرة لمصلحة ريال مدريد، جونيور يبحث عن الحلول، فينيسيوس
التغطية من جانب كولدي، الصراع بين اللاعبين، خطأ يحتسب حكم المباراة. علي يقدم أداء كروي فني رفيع عالي المستوى، يعيد الأذهان شيئا من برشلونة، شيئا من قيمة برشلونة، من كرة برشلونة، من روعة برشلونة، من الأداء الحقيقي لبرشلونة، من السحر اللي أظهره لسنوات طويلة ما يعرف ببرشلونة، الفن الكروي الرفيع للغاية. بالديمار ديمبلي على اليمين، تمريرة لديمبلي وكرة كورتوا بروعة كبيرة يا ديمبلي. ماذا أضعت يا ديمبلي؟ حلوة من جانب بالدي بلمسة ساحرة رائعة، قطع فيها مسافة كبيرة، تسديدة ديمبلي وجدت العملاق، واخطاء في دفاع ريال مدريد، لمسة في المساحة عند فينيسيوس، فيني أمام أراوخو، فيني يحاول التمرير لكريم بنزيما، غافي يتدخل في توقيت حاسم. هذه ليلتي، هذه مباراة. نشوف أراوخو هو من يتواجد في الهجوم وليس فينيسيوس من جانب ريال مدريد. شوف في هذه اللقطة على سبيل المثال أراوخو يقوم بدعم الهجمة بشكل جيد، إضافة إلى قدرته على الدفاع عن منطقته بشكل رائع في هذه المباراة. الكرة بين بدري ومصعد ريال مدريد، الفيني مع رودريجو، حلوة خطيرة لمصعد فيني بالكعب لكريم داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع في اللحظة الأخيرة يتدخل عناصر. راح يتم في قائمة كارلو أنشيلوتي. لوكا مودريتش سيترك مكانه في هذه الأثناء بعد أن قدم دقائق جيدة، يلقى الكثير من التحية والتصفيق والحب من جماهير ريال مدريد، ليس في الرياض هنا فقط ولكن واستعاد برشلونة بدري وغافي. هذا هو المستقبل للبرسا، الماضي كان لبرشلونة، الحاضر لبرشلونة مع هذه الليلة، المستقبل في وجود غافي وبدري وغيرهم. ثلاثية برشلونية كبيرة على ريال مدريد، لم تكن في المتوقع وفي الحسبان. اللمسة بروعة كبيرة، موسيقية ساحرة كانت من الشاب غافي إلى المتألق بدري. هدف ذلك البرسا الممتع في هذه المباراة الكبيرة، استفزاز تقريبا لريال مدريد بهذا العرض المثير، وعدم رضا للمشجعين الملكيين على ما يحدث للملكي في هذه الأمسية مع العرض الرهيب اللي يقدمه أبناء البرسا مع تشافي هرنانديز في هذه المباراة. لمسة يد كان يطالب فيها فريق ريال مدريد على فرانكي دي يونغ، لم تكن موجودة في قرار الحكم. بعض أنصار الميرينجي تركوا المدرجات بعد خيبة أمل كبيرة جدا على وضعية المباراة. داني مع غافي في هذه الأثناء مع حكم المباراة ريكاردو دي بورغوس. شوف إعادة للقطة غافي مع ليفاندوفسكي، لم يكن متسللا غافي بعد تمريرة ليفا، وبعد ذلك اللعبة الرائعة الساحرة، تمريرة الموسيقية الجميلة الفاتنة كانت من قات اليوم في هذا النهائي ضد ريال مدريد للبرسا. وبالتأكيد هذه مباراة كبيرة لفريق تشافي هرنانديز اللي تفوق فيها على ريال مدريد. الهدف يحتسب لكريم بنزيما.